بسم الله الرحمن الرحيم. من ملعب النزهة 3 يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي بكابتن مصر الكابتن محمد جنيدي، لاعب نادي الزمالك والمحلة ولاعب منتخب مصر، والحاصل على الافرو اسيوي، والحاصل على الدوري المصري مع نادي الزمالك، ولاعب نادي المحلة والمدير قطاع الناشئين بنادي غزل المحلة. اهلا وسهلا يا ابو كباتن. انا اللي سعيد جدا ان انا موجود معاكم النهارده، وشيء يشرفني ويسعدني ان اكون موجود معاكم. حبيبي يا كابتن، انت الناس اللي انا بعتز بيها جدا، اخ عزيز وفاضل. ربنا يعزك وان شاء الله. النهارده نورتنا في دوري الاكاديمي وبراعم الناشئين. النهارده تقول يا كابتن الدوره اللي حضرتك نورتنا فيها. والله انا بشكر الكابتن سلام رمضان على الدعوه الكريمه. الحقيقه هو لما دعاني انا مش قادر ان انا اتاخر عنه، انا لبيت الدعوه وجيت. الحقيقه التنظيم محترم جدا، في لعيبه مستوى جيد جدا موجوده في الملعب، بيلعبوا في انديه في اكثر من نادي، زي ما شايف في طنطا، وفي حتى ولد تسلم عليها دلوقتي من المحله من عندنا. انا شايف ان هي الحقيقه دوره براعم جيده جدا، تنظيمها على اعلى ما يكون. ان شاء الله رب العالمين موفقين بشكل رحمن. ان شاء الله يا كابتن. تنصح اللعيبه بالبراعم بيه يا كابتن اللي هم موجودين في الدوري؟ والله انا انصح اي لعيب عنده موهبه ان هو يتوجه لاقرب نادي ليه ويشتغل معاه، وما يكتفيش ابدا ان هو بيلعب على مستوى مثلا المنطقه اللي هو موجود فيها، لا يروح نادي علشان يقدر يتدرب مع مستويات كويسه، هتثقل مستواه. واعتقد ان الموهبه بتفرض نفسها في اي مكان. بالنسبه بقى لنادي المحله، حضرتك بسم الله ما شاء الله عملت حاجه ولا اروع في ناشئين غزل المحله. بسم الله ما شاء الله، يعني عملت ايه يا كابتن؟ انا عارف ان حضرتك كنت في البدايه خالص كان في محاربه وسبت المكان، وبعد كده جيت تاني. عملت ايه يا كابتن؟ بسم الله ما شاء الله المستويات ولا اروع. بص، انا اقول لك على حاجه، هو اللعيبه هي نفس اللعيبه، لان طبعا اللعيبه اللي انا عملتها اضافات، انا ماسك القطاع بقالي سنتين، فكل الاضافات اللي انا عملتها في مراحل السنين الصغيره الى البراعم، لسه ما لعبوش ناشئين وحاجات زي كده، لكن احنا الحمد لله رب العالمين السنه دي قدرنا نحقق نتائج جيده جدا بالنسبه للقطاع عن المواسم السابقه. يمكن ده بفضل الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا، ثم بفضل السيستم العمل اللي انت حطيته. انت حطيت نظام للعمل، محدش بيخرج بره النظام. اعتقد ان اي مكان من اهم مقومات النجاح ان المكان يبقى له سيستم. فاحنا كل اللي احنا عملناه ان احنا حطينا نظام، حطينا سيستم، وكل الناس شغاله من خلال السيستم والنظام ده. فده انعكس يمكن على اداء الفرق، والحمد لله رب العالمين النتائج الى حد كبير جدا مقويه. لكن انا شايف برضه ان هي لا تليق باسم نادي غزل المحله. نامل ان شاء الله رب العالمين في المستقبل القريب من خلال البراعم الصغيره ديت ان يبقى عندنا قطاع ناشئين على اعلى مستوى من شكل الرحمن. بسم الله ما شاء الله. اسم تاريخ نادي غزل المحله ان شاء الله. ابو كباتن، احنا عاجزين عن الشكر. شكرا كابتن محمد جنيدي. كل سنه وحضرتك طيب. عيد سعيد عليك وعلى الاسره الكريمه. علينا وعليك وعلى امه المسلمين جميعا. انا شاكر جدا ليك حبيبي ابو كباتن، حبيبي كابتن